مساء الفل عليكم يا احلى ناس في الدنيا، يا رب كلكم تكونوا بخير وسعاده. في اول فيديو كده ما ننساش لايك للفيديو، اشتراك في القناه. معلش لو في دوشه بسيطه حواليا، بس النهارده جايه بريفيو بجد هيبقى مناسب لمعظم الناس اللي بتطلع لها حبوب في بشرتها وبتبقى مش عارفه من ايه، وبتبقى في نفس الوقت مكسله ان هي تروح تكشف، او مش عارفه دكتور جلديه شاطر هيقدر يفيدها. بصراحه الغسول ده حلو جدا، خصوصا للناس اللي بشرتها بتطلع حبوب. الحبوب ديت بتبقى مليانه دهون من جوه، يعني هي حبوب دهنيه وبتوجع كده في البشره قوي. الغسول ده اسمه اكني ستوب. زي ما انتم شايفين احنا مخلصين عبوتين يعتبر، لان العبوه التانية خلاص قربت تخلص. ده تمنه دلوقتي في الصيدليه في حدود 55 جنيه، ممكن يكون زاد شويه، بس العبوه بتقعد معاكي اكتر من شهر. زي ما انتم شايفين كده هو غسول ابيض شفاف الى حد ما، خفيف مش تقيل، وفي نفس الوقت هو مش رغوي لان هو غسول طبي، هو غسول مخصص لحبوب الشباب. انا على فكره ما روحتش كشفت بصراحه، يعني انا من الناس اللي كسلت، بس لقيت دكتور صيدلي على تيك توك كان منزله هو وحاجات تانية كتير، فانا جربت الغسول بعد اسبوعين بالظبط حسيت ان بشرتي بدأت الحبوب اللي فيها تهدى كتير جدا، لان جت في فترة الحبوب كانت زيادة اوفر. فده بجد هيبقى مناسب جدا، بس يعني انصحكم ان انتوا ما تعملوش زيي. لو تعرفوا دكتور جلدية شاطر ممكن تروحوا تسألوه عن نوع غسول يكون كويس ليكم، وده هيبقى افضل ليكم بكتير. زي ما انتوا شايفين التفاصيل بتاعة المنتج. لو انتوا عايزين تعرفوا تفاصيل اكتر عنه ممكن تكتبوا على جوجل كروم اكني ستوب، هيجيب لكم تفاصيل. بس خلوا بالكم ان في منه كريم، ده مش كريم، ده غسول. ده عبارة عن 200 ملي، غسول 200 ملي. زي ما انتوا شايفين مكتوب عليه سوب فري، يعني هو اصلا ما فيهوش اي نسبة صابون. هو انا مشغله الفلاش عشان بس الصورة تبقى احسن، فعشان كده الكلام مش واضح قوي، معلش بقى يعني. بس هو بجد رائع، بيدي نضارة للبشرة. وطبعا لازم اي غسول او عامة البشرة الدهنية او اي نوع بشرة بتبقى محتاجة مرطب. المرطب ده بتقدري تحدديه افضل لو انت عارفة نوع بشرتك، او مع دكتور جلدية يكون شاطر. اتمنى ان انا اكون فدتكم النهاردة باي حاجة في الفيديو. ما تنسوش لايك للفيديو، اشتراك للقناة، بحبكم جدا، باي باي.